السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى الجميع يكون بخير بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم مع مطبخ ميمي التلمساني راني رجعت لكم بوصفة الحريرة التلمسانية. الحريرة التلمسانية الوصفة الأصلية نتاع زمان. هذه هي الوصفة الأصلية، قررت نتبارطاجيها معكم والبنات صدقوني والله يلي تجربها لا تردها معتمدة. علاش؟ بنة ولا أروع. هذه الوصفة اللي نعملوها بالخميرة الطبيعية. يلا فوتوا معايا للوصفة. كي نقولوا له الوصفة الأصلية نقولوا الخميرة الطبيعية. هنا لازم بسم الله على بركة الله نوجدوا الخميرة الطبيعية تاعنا. هنا عندنا خل، عندنا ماء، عندنا فارينة، وعندنا هذاك اللي شفتوه العلفة نتاع التمر. هذه هي الخميرة اللي وجدتها أنا من قبل، والدروق راني ماشي نوري لكم كيفاش نتوما توجدوها باش تعملوا الحريرة. شوفوا كيفاش تجي. هذه انا دات معايا 4 ايام باش وجدت لي هكذا. هذه الخميرة يعني احنا عندنا في تلمسان موجودة كامل العام في أغلبية البيوت على ما أظن. في الوقت الحالي زمان كانت ما كانش بيت ولا عائلة ما عندهاش هذيك الخميرة موجودة. أي دار عندها الخميرة واجدة محطوطة في الدار. فوالا هنا نديو 3 تاع المعالق نتاع الفارينة كما راكم تشوفوا معمرين بيان كوم يلفو بومبي، مع ملعقة خل. اللي ما تحبش الخل تعمل ملعقة نتاع عصير الليمون. فوالا نزيدوا عليها الماء راكم تشوفوني راني عاملت لكم في الكاس هذاك اكسبري باش تشوفوا شحال التالي. وهذا ما كان. والماء تقريبا نصف كاس على عينيكم تقريبا. ما كان لا خميرة حبيبات لا والو، بس راني نشوف بزاف تاع القنوات يحضروا الخميرة العربية او الخميرة الطبيعية يديروا فيها اكتيفيوها بالخميرة نتاع الخبز حبيبات. نو، الخميرة الطبيعية ولا العربية ما فيهاش الخميرة نتاع الخبز الحبيبات. فوالا كيما شفتوني كي خلطتها مليح سلكت هذيك الملعقه بشويه تاع الماء، هبط ديك الفارينه وجبت هذا الفوي اللي على شكل روسر ما شاء الله يخدم تري بيان. اللي تخرج في هذا الفوي ينباع غير شري واحد راكي ماشيه تنقصي على راسك بالفوي النورمال هذاك الضريب كتفك طيح. هذا على ما غيت تخبطيه هكذا يرد لك الخليط نتاعك حليب والله العظيم. المهم البنات شفتوا الخليط كيش ولا على شكل كيما اللي ديروا لي كريب القوام كيما ديروا لي كريب. وهنايا مشي هنا وحبست نزيد 2 تاع العلفات نحطهم كيما راكم ماشي تشوفوني نعمل. وشفتوا شحال دخل الماء. فوالا وشوفوا لي القوام. فوالا هنا مشينا وحبست البنات. هنا دات معايا 4 ايام هذه كما قلت لكم. كل يوم في نفس الوقت اللي درت فيه نزيد ملعقه كبيره معمره تاع الفارينه و2 معالق نتاع ماء ونطرب ونخليها الغدا عليه. نعاود نعمل نفس الحكايه، هي لازم نوكلوها هذيك الخميره نتاعنا باش تتاكتيفا وهذيك البكتيريا تتكون بكتيريا نافعه فيها ماشي غير تخلطيها وتخليها في الاول. لا، لازم كل يوم تزيدي لها مقدار تاع فارينه يقابلوا شويه نتاع الماء باش تتاكتيفا لك. وكي نقول لكم البنات مقدار تاع الفارينه يعني ملعقه كبيره نعاود لكم معمره كيما هذه نتاع الفارينه بومبي مع ملعقتين ما تكتروش الماء حذاري تقعد لكم جاريه. فوالا هكذا حتى اللي تشوفوها خمرت النهار الرابع تخمر معاكم راهي واجده. نخليوها على جنب ونوليو نمشيو للحريره ديالنا. كي نقولوا الحريره نقولوا الطماطم كذلك بكثره والقزبر والبصله. القزبر الحريره اعطيها كذلك القزبر ماشي الكرافس، ما تجيش في الكرافس الحريره ما تجيش فيه الكرافس. انا شفت شحال من قناه راهم يعملوا كرافس. الحريره الحقيقيه
ما يجيش فيها الكراف، تستغناي عليه كما تقدري تستغناي على الخضره. ونقطعوا فيها ونقطعوا الكراف المعدن القزبر بعضو ونربطوا. وعندي هذا اللي راكم تشوفوا فيه سمن حر، هذوك النقط السوداء ماشي عفن، راه سمن حر بالزعتر. عندي هنا كذلك حمص منفخ، نفختو ليلة قبل. واستيس حطوا فيه كذلك العلفه تاع التمر يتنفخ لكم مليح وفيتفي. عندي حبه جزر زروديه كاروت، حبه تاع الكورجيت، وعندنا قرع وحبه تاع البطاطا وجوج حبات بصله. هنا 5 حبات مثلا تاع الطماطم كبار تقابلهم 2 حبات بصله، هذه قاعده. كيلو تاع الطماطم تقابلوا تقريبا رطل نتاع البصله. ملعقه تينك كبيره نتاع طماطم مصبره. توابل واش عندنا؟ عندنا ملعقه هذه اللي تشوفوا بها عبرت بها، هذاك التابل الاول اللي وريته لكم كرويه، الحريره تحب الكرويه. عندنا عود قرفه، عندنا ملعقه نتاع كركم، عندنا هاد شويه نتاع الحلبه. كاين بزاف اللي ماشي يعملوا الحلبه وهي تجي فيها الحلبه، ما تخافوش ما تجيش الريحه، تجي بنه رائعه. عندنا قزبر مطحون هذاك اللي شفتوه ملعقه كذلك معمره مليح شاشيه. عندنا ملعقه زنجبيل، ملعقه فلفل احمر، ملعقه تاينك معمره نتاع هذا اللي راه قدامنا اللي نوريه لكم، راس الحانوت نتاع الحريره والشوربه. وهذا التابل اللي كنت نخرب فيه هذاك يعني بيس نتاع اللحم، تابل تاع اللحم زفتو لي اختي من البلاد، عملته كذلك باش يعطيني بنه نتاع اللحم. عندنا ملعقتين، انا درت 2 ملعقات بهذاك هذيك الملعقه الصغيره نتاع الملح، والملح كل وحده والذوق نتاعها. ووحده واحد قرفه. ومن الاحسن ديروا العود قرفه عود، ما تعملوش المطحونه سينو تكحل لكم الحريره نتاعكم. وبلا ما نساو العريش نتاع النعناع باش نغليو. وكما قلت لكم المره اللي فاتت في الشربه يجي بنعناع الفطور، انا ما راني شابره هنايا نعناع الفطور، راني نعملها دو طون بالنعناع نورمال، تجي كذلك ماشي مشكل. تحلي تجب يكون عندها نعناع الفطور يعني عادي، كاين ينباع في البلاد ويكون الموسم ديالو اعملوا نعناع الفطور. هنا كما شفتوني حطيت ملعقتين كبار نتاع الزيت، زدت عليهم ديك شويه تاع السمن، وزدت عليهم هادوك 2 نتاع لي بيلون دو بولي في خياط نتاع جداد، زدت عليهم هذيك 2 حبات بصله مقطعين عشوائي، وخليت هذيك البصله تنزل مليح مليح. وما تنساوش البنات هنا عملوا الملح، انا نسيتو في الاول، عملوه مع البصله. الملح البصله تحب الملح اللي تكون تتقلى باش تنزل، وفي نفس الوقت تدي نكهه مليحه. الملح هو اللي يعطيها نكهه مليحه، البصله يزيد النكهه. عفوا صوتي راه مروح كامل راه ماشي. هنايا وريت لكم هذيك الربيطه نتاع الحمص. وهنا كذلك البنات قبل ما ننسى العود تاع القرفه حطوه في الاول كي تحطوا البصله باش ينكه لكم مليح البصله نتاعكم كذلك. بعد نزيدوا هذيك الملعقه نتاع طماطم مصبره، ونزيدوا عليها الزروديه ديالنا هي الجزر، ونزيدوا القزبر كذلك مقطع، ونحركوا مليح مليح، ونخليو هذيك الخضيره نتاعنا تنزل شويه قبل ما نزيدوا التوابل، نبلعوا نغطيوها ونخليوها شويه تنزل. بعد هذا نجيبوا الطماطم نتاعنا ونزيدوا التوابل، ونزيدوا شويه نتاع الماء في الغريفيه اللي كان فيها القزبر، نشلوها بما سخونه هكذا ونزيدوه. هنايا كي نزيدوا التوابل تاعنا بيان سور نحركوا مليح مليح. وإلا كانت الطماطم تاعكم كيما نتاعي ناشفه ما فيهاش الماء بزاف، عملوا هاد الحركه، زيدوا شويه تاع الماء باش التوابل ما نحرق لكمش، وتعاونوا الخليط نتاعكم يطلق الماء. بعد اللي خليته يعني تحمر وتغلى مليح مليح، زدت هذيك الكموسه تاع الحمص اللي كنت قابضتها. فوالا هنا
كي شفتها غلات مليح مليح عاده مرقت بالماء مغلي، عملت كميه اللي كانت واجدتني مغليه، وزدت نزيد غليت كميه تانية. هنا نجيبوا القزبور اللي رحنا دايرينو ربطه، هذا اللي قلت لكم عليه كان عندي في الثلاجه مزرع. كي يكون عندك القزبور مزرع الحريره ولا الشوربه نتاعك تجي احسن. انا كانت عندي حلقبيطه هكذا حطها في الكونجيلاتور، راني عملتها في هذه الحريره اللي عملتها معكم. وكما قلت لكم البنات، الحريره لازم لها القزبور، ما تشحيش في القزبور، ما تخافيش ما تجيكش مره نو. الحريره تحب القزبور، تحب الطماطم والبصله والكرويه والخميره. هذه الحريره اللي تقليديه. كاش من نهار كذلك نتقاسم معكم الحريره اكسبريس فيت في، كاين الوصفات تاع الحريره اكسبريس. المهم البنات انا خليتها طابت على خاطرها، غلات معايا حل 45 دقيقه باسكو قدر. هنا اللي تحب تعمل في كوكوط تعمل، بصح انا جو بريفير القدر سورتو في رمضان. فوالا هنا نجيبو هذاك اللي كتشوفوا فيه هذاك الباسوار ولا كسكاس، ولا جيبو كما تقولوا كذلك نقولوا في تلمسان العلال، ورانا ماشيين نصفيو الحريره نتاعنا. بيان سور نحيو هذاك البولي، ونحيت هذاك الربطه تاع القزبور، الربيطات تاع القزبور نحيتهم، نحيت العود تاع القرفه، فوالا نحيت هذيك الكموسه نتاع نتاع الحمص. باردون سمحوا لي مشات لي الهضره كامل. وعاودت صفيت كل شيء هناك، وديك البطاطا ولادي يحبوها ما نحبش نطحنها باش ياكلوها، وراني صفيت كيما كتشوفوا في الباسوار هذا. تجيكم الحريره نتاعكم نقيه بهذه الطريقه. اللي تحب تطحن بالرحايه، اللي كاين الرحايه تاع هي تاع اللي نديروا بها الطماطم المصبره وكل شيء، الرحا كما نقولوا. هنا ما ننصحكمش ديروا بالميكسر، فوالا ما التقليديه ما تجيش بالميكسر. فوالا هذه اللي بالخميره ما تجيش بالميكسر بنات، الاصليه والتقليديه ما تجيش بالميكسر. انا جو سوي كونتر، نحبها يا هكذا يا كي نحب زعما اللي تحب تطحن بالرحه. فوالا تجي بنينه. فوالا كما شفتوني هنايا يعني عاودت صفيت هذيك الطماطم هذاك شويه تاع البولي، وراني ماشيه نشلل بواحد شويه تاع الماء سخون هذاك القزبر نشلو ونحي منه كامل البنه اللي في القزبر، نزيدها هناك هو هذيك الكموسه نتاع الحمص، ونزيد كل شيء تماك ونعصر ونصفي عاده، ونولي يا البنات نرد القدر نتاعي على النار باش نغلي الحريره نتاعي. هنا البنات كاين بزاف اللي يحبوا يعملوا كونتيتي كبيره رمضان باش ما يعملوش كل يوم. انا تاينا كنعمل باغ اكزومبل هذا القدر انا في رمضان نقسموه على زوج، يعني كي توجد لي هكذا من كي يكون هكذا هذا الخليط نقسموه على زوج، يعني نغلي شويه نهار الاول والشويه الاخرى نخليها ماشي مغليه، نغليها نهار الثالث ولا الرابع. داكور هادو النساء العاملات يديروها بزاف، وحتى اني نورمال ماشي كل يوم ناصبه القدره نتاع الحريره. فوالا كيما شفتوني هنا زدت هذاك الحمص حليته ورميته ديريكت بزيت يطيب، وجبت حل عريش كذلك نتاع القزبر شويه مع هذاك العريش تاع النعناع ورميته. هنا انا نمشي نغليها بالفداوش، هذا حنا نقولوا له في تلمسان الفداوش وهي هاد لا فيرميسيل. فوالا نغليها بهذا، واللي تحب تغليها بالتشيشه تغليها بالتشيشه. الوغ اللي تغلي بالتشيشه ترميها دروك، ترمي التشيشه نتاعها شويه دروك غير شويه دروك، باسكو الفداوش هذا ولا هاد لا فيرميسيل طيب فيت في. نخليها انا حتى التالي، راني ماشيه نعمل الخميره نتاعي هي الاولى. الخميره ما نعملوهاش ديريكت هكذا اليكم واش راني ندير. هنا نرفدو حل مقدار وما نعملوهاش كامل. نو هنا نشوف شحال رفدت انا، هذا واش معبيت، حيت انا ما نحبهاش ثقيله بزاف، نحبها شويه خفيفه.
فوالا مع لي تقعد معايا حل يومين 3 ايام تزيد تتقال. فوالا كيما راكم تشوفوا هادو 3 تاع لي كويير كبار، المقدار تاع 3 تاع لي كويير. دوك نزيد عليهم البويون نتاع الحريره، نحلها هذيك الخميره بالبويون بيان كوم يلفو. متخافوش انا كتشوفوها عملت هكذا، غير طربوها مليح تولي نورمال. نزيد عليها ملعقه نتاع الكرويه، هذه هي فوالا، ونطرب مليح مليح باش هذيك الكرويه ديالي ما تتكرور كما راكم تشوفوا على عينيكم. صدقوني يا البنات تجي لنا ولا اروع. وراكم شفتوا على عينيكم ما زدتش الطماطم المصبره، نكتفي بالحموضه نتاع الخميره ديالي. واللي تحب الحموضه ونقول لكم نعاود لكم ذوقوا الحريره نتاعكم من بعد اللي تطحنوها ولا من بعد اللي تصفيوها. شفتوا خاصها الملح زيدوا، شفتوا خاصها شويه تاع راس الحانوت زيدوا. شوفوا المكون اللي راه ناقص زيدوا منه، خاصه الملح. فوالا انا هنا زدت شويه تاع الملح وزدت شويه تاع راس الحانوت، في ما بالكمش في التصوير مانيش عارفه علاش. المهم راكم تشوفوا في العمليه كيفاش راني نحل في الخميره حتى اللي تولي معايا شويه سائله ماشي ثقيله، عاده نردها في القدر ويد تكب ويد تخلط، ماشي تكبي بلا ما تخلطي سينو راها تتكور معاكم تنزل لكم في القاع نتاع القدر وتلصق. يعني ما تحبسيش من تخلط حتى اللي تشوفي الحريره نتاعك يعني ما بدات تتقال شويه. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا. فوالا صدقوني تجي بنه ولا اروع، ما تحتاجوا لا ديروا لا سيترون لا والو، من بعد ديريكت تاكلوا. وهذيك الفيرميسيل ولا هذاك الفتاوش ما نعملوش دروك، حتى اللي طيب لي الحريره بالخميره لازم هذيك الخميره ماشي نكبوها منه 5 دقائق وصاي. نو انا راه هنايا الفيديو سريع، هنا لازم تغلي معاكم الحريره حل 15 دقيقه لازم، حتى تشوفوها بدات هكا كدير هكذا كي نقولوا نحن نقولوا الفراره تولي على جنب. هنا تعرفوا بلي بدات تطيب معاكم يعني، ومشيتوا تطفيوها تخلطوا مليح مليح، توليو تحركوا فيها وتزيدوا تخليوا لها. من بعد اللي تشوفوها عملت هكذا خليوها حل 10 دقائق وصاي تكون وجدت معاكم. وهنا كيما راكم تشوفوا البنات الحريره نتاعي خلاص وجدت، راني ماشيه نطفي عليها. فوالا كيما شفتوا راني وريت لكم خلاص طفيت عليها. كانت يا البنات هذه الوصفه تاع اليوم، الحريره التلمسانيه التقليديه بالطريقه الاصليه بالتوابل نتاعها الاصليين. مثلا كما قلت لكم في الاول كاين بزاف نتاع الناس ما ولاوش يعملوا جميع التوابل الاصليه. مثلا كما الحلبه كانت تابل اصلي، كانوا حبوب اصليين، يعني هذيك الحبوب تاع ما نديروش بودر، نديروها حب هكذاك يريح شويه. اللي يخافوا من الريحه ما تجيش كامل باينه الريحه تاع الحلبه، وراكم عارفين المنافع نتاع الحلبه. فوالا كما شفتوا على عينيكم هذه النتيجه. شوفوا ما تجيش ثقيله وما تجيش خفيفه، انا بالنسبه لي ما نحبهاش ثقيله. فوالا والبنه واش نقول لكم يا البنات اكثر من رائعه. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم البنات، ونقول لكم جربوا الوصفه تاع الحريره بالخميره الطبيعيه وردوا لي الخبر في التعاليق والله ما تندموا. نقول لكم ما تنساونيش باللايك البنات وبالبارطاج، ونقول لكم الى الوصفه القادمه ان شاء الله والفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.